اكشن فورميدي، شجعوا اصحابي كلاكيت اول مره. ازيكم؟ النهارده طالعين علشان نتكلم في موضوع شجعوا اصحابي اللي انا نشرته على الجروب عندنا وعلى الصفحه بتاعتنا. عايز اشكر كل الناس طبعا اللي شاركت ودخلت قالت كلام حلو قوي. متشكر جدا لدعمكم لاستعدادكم ان كنتوا تقدموا ده او تشاركوا فيه. الحاجه الثانيه ان انا عايز اشكر برضو الناس اللي ما شاركتش وما كتبتش. ممكن تكون شفت البوست او ما شفتوش، بس عايز اشرحه كده بشكل مبسط. يعني انا بتابع كل يوم اعمال، بشوف ناس كتير جدا بتقدم شغل حلو قوي، منهم مطربين، منهم فويس اوفر، منهم شعراء، ممثلين، اللي بيعمل حتى شغل يدوي ايا كان نوع الفن اللي هو بيقدمه. بشوف حاجات حلوه قوي وبشوف حاجات كتير جدا جميله، ولكن للاسف اللي بيضايقني ان انا بلاقي بعد المجهود الجبار اللي انت عامله ده، يعني انت لو دخلت في الصفحة وشفت كده مفيش لايكات، مفيش كومنتات. مش فاهم ليه، يعني انا مش عارف ايه السبب. هنفضل لحد امتى ما نقفش جنب بعض؟ هنفضل لحد امتى ما نقولش على الحاجة الحلوة دي حلوة؟ اللي بيضايقني اكتر ان ممكن يكون واحد بيقدم محتوى تافه ما تعبش فيه، قال فيه الفاظ مش لطيفة، تفاجأ انه جايب ملايين المشاهدات وملايين الكومنتات. ملايين الكومنتات بقى ايه؟ اللي معترض واللي بيقول لا عيب واللي بيقول طب ما تخش برضو في الحاجه اللي بتتقدم حلوه دي. عجبتك قول حلو برافو وكمل، شجع الناس. ما عجبتكش برضو ممكن تقول هو ليه ما عجبتكش، لكن باسلوب ظريف. يعني انت ممكن تقول العمل ده لو كان اتعمل فيه الحته الفلانيه مثلا كان هيبقى افضل، او جرب المره الجايه تعمل كده. فاحنا بنساعد بعض ان احنا نطور من نفسنا. الحاجه اللي هتاخدنا بقى لبعد كده، يعني اللي انا ببص ليه ايه الهدف ان انا اعمل حاجه زي كده. احنا كلنا بيبقى ايدينا في ايدين بعض علشان خاطر نشجع بعض، وكمان بنكافئ بعض على المجهود اللي احنا عملناه. يعني هو كل واحد عمل، لو انت عملت مثلا اغنيه، شوف انت تعبت قد ايه وصرفت قد ايه وقعدت مع الشاعر قد ايه وقعدت مع الملحن قد ايه ودخلت استوديو وتعبت عشان تحجز الاستوديو، وبعدين رحت عدت في البروفه مره واثنين وعشرة ومحدش شايف ده. الناس بتشوف العمل النهائي، فالناس دي بتتعب قوي. واللي بيقدم حتى محتوى بسيط هو بيتعب فيه قوي. اللي بيقول لك معلومة او اللي بيطلع يتكلم سواء بيسجل في عربيته او سواء بيسجل في الشارع او يسجل في اي مكان، هو حضر للموضوع، قعد فكر هيقول لك ايه، اتكلم ازاي، صورها ازاي. طيب بعد ما صورها، هو كل الحاجة اللي هو صورها نزلها؟ لا، مش كل حاجة طبعا نزلت. اللي نزل هو اللي شايفه كويس بعد المونتاج ما يتعمل، هو بيقص اللي ملوش لازمه وبيشيله عشان يخلي لك الفيديو دقيقه علشان انت تقدر تسقف له وتقول له برافو وكمل. بشكركم مره ثانيه ومش عايز اطول عليكم. احنا مكملين وان شاء الله باذن الله يعني هنختار شخصيه كده هنتكلم عليها، سواء في بوست ثابت، سواء في فيديو، سواء في لقاء معاه شخصيا. هنعمل حاجه حلوه باذن الله وهنشجع بعض، وباذن الله كلنا هنقف جنب بعض. نثبت ده في الكومنتات وهنثبت ده في اللايكات وخلينا كده كلنا عيلة واحدة وأسرة واحدة. شكرا، وكان معاكم أحمد عثمان من أكشن فورميديا.